لو انت بتقبض 5 اضعاف الكي بي اي او 5 اضعاف متوسط الاجور اللي في دولتك، فانت الى حد ما غير مهدد من التضخم والدنيا اللي بتحصل دي. يعني بالبلدي انت دلوقتي راجل موظف بتقبض 50000 جنيه وطالع في الوقت الحالي اللي هو متوسط الاجور كام؟ 10000 جنيه، تمام؟ بتقبض 10000 جنيه، بتقبض 50000 جنيه وطالع، ده مرتبك، تمام؟ فكل اللي انت محتاج ساعتك تعمله انك تدرس اكتر وتركز اكتر في وظيفتك الحاليه، تمام؟ وتحاول انك تطلع السلم الوظيفي اسرع. فلا طيب انت حد تاني من النوعيات اللي زي حالات كده اللي طول الوقت عايزين يعملوا حاجات اكتر، اللي عايز يعمل عيشه واو، اللي عايز يركب عربيه واو، اللي عايز يجيب بيت واو، وهو ولا وارث ولا عنده شركه ولا عنده اي قصه، الكلام ده ليك. ماشي؟ ركز بقى كويس جدا معايا. اول حاجه مش هنسيب الوظيفه يا معلم، هنعمل ايه؟ هتبقى موجوده بس هنصنفها بلان بي. يعني ايه بلان بي؟ يعني هتتصنف بالنسبه لك تاني الاولويات. جميل؟ امال اول الاولويات هيبقى الحاجه اسمها بيزنس. سعادتك محتاج تفتح بيزنس. طيب ايه الفرق ما بين البيزنس والمشروع؟ لان الاثنين مختلفين دلوقتي، تمام؟ بالبلدي اي حاجه عشان ما نطولش كتير، البيزنس هو اي حاجه بتدخل لك ربح دون تدخلك. يعني ايه دون تدخلك؟ يعني سعادتك لو انت مش موجود الفلوس بتزيد، انت نايم الفلوس بتزيد، انت ربنا يديك الصحه تعبان الفلوس بتزيد. جميل؟ محتاج عشان توصل لحاجه اسمها حريه ماليه، تعرف تجيب اللي انت عايزه، تعيش العيشه اللي انت عايزها، محتاج توصل لحاجه اسمها حريه ماليه. الحريه الماليه دي مش هتيجي غير عن طريق بيزنس. طيب عشان سعادتك تدخل بيزنس او تجيلك فرصه كويسه النهارده، البيزنس النهارده بارقام مرعبه. جميل؟ خلاص؟ علشان كده من اهم الوسائل اللي انا موجود النهارده بقدمها للشباب ان انا بعلم الناس ازاي عن طريق كيان يفتحوا بزنسهم الخاص، يفتح شغله الخاص اللي يخليه قدام يوصل لمرحله ان يكون عنده دخل سلبي، سواء هو شغال او مش شغال، يعرف يوصل للي هو ايه؟ للارقام اللي هو عايزها. جميل؟ طيب القاعده دي عامه مش بس على الناس اللي شغاله في كيان، القاعده دي عامه. جميل؟ انت لو عايز النهارده توصل لحجم دخل محترم ما تتعبش قدام، لان النهارده طيب لو انت اكتفيت، يعني لو انت مثلا مرتبك اقل من 50000 جنيه النهارده ومتعايش، انت كمان 20 سنه مش هتبقى قادر تكفي نفسك مصاريف. لان النهارده ال 10000 جنيه النهارده اللي كانوا بياكلوا اسره اب وام وفردين بالعافيه، كانوا من مثلا من 3 4 سنين بياكلوا اسره مكونه من 6 افراد، صح؟ فكمان 3 4 سنين مع معدل التضخم هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان ال 20000 فقدت قيمتها وال 30000 فقدت قيمتها، تمام؟ علشان ما تجيش تلاقي نفسك حرقت سنه واثنين وثلاثه واربعه من عمرك وبعد كده تقف تقول انا اسمها بتعب كتير ومش عارف اخد الايه؟ القرار الصح. يبقى تاني عشان نختصر، انت حد عايز اكل وشرب ونومه يا لذيذه الوظيفه وترقى في السلم الوظيفي ربنا يوفقك. انت حد عايز تعمل نجاح كبير، عايز تقدم حاجه كبيره للناس، عايز توصل لمرحله ان انت تكون بتعمل ارقام عاليه جدا، بتعمل دخل عالي، لازم جنب الوظيفه بيزنس. والوظيفه ما ينفعش تبقى واخده اولوياتك، لازم يكون اولوياتك للي هيعيشك بكره عيشه احسن اللي هو البيزنس. تمام؟ طيب البيزنس النهارده قصته ان انت النهارده عشان تفتح النهارده بيزنس يعرف يدخل لك ارقام محترمه جدا، سواء انت شغال او مش شغال، محتاج سعادتك شغل كتير وفلوس كتير جدا. جميل؟ علشان كده احنا النهارده ككيان بنقدر نوفر الفرصه دي بمنتهى البساطه ونعرف نوصل لحجم ارقام وحجم مبيعات تخض، لان احنا هنا شغلنا مش مرتبط بشغلك لوحدك، مرتبط بشغلك في الفريق بتاعك. تمام؟ دي نقطه مهمه جدا، يا رب تكون سهلت عليك الدنيا شويه او الاختيارات. ما تحاولش النهارده تحرق حاجه، لازم تشوف حاجه جنب شغلك، لازم تشوف حاجه جنب شغلك من دلوقتي، لان مع الغلا ومع التضخم ومع الظروف اللي بتزيد انت النهارده حتى لو بطولك النهارده نفس الرقم اللي كنت فاكر تشرب بيه كمان سنه مش هتعرف تشرب بيه. وصل؟ طيب ببالك بقى انت حد عايز تعمل حاجه كبيره، انت محتاج انك تفتح بيزنس جنب ايه؟ جنب شغلك. ومهم جدا 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 ان يكون واخد اولويتك. البيزنس لو ما خدش اولويتك هيبقى زي كانك اشتغلت في شغل تاني في وظيفه. البيزنس لازم يكون واخد كل اولوياتك ثم تيجي الايه؟ الوظيفه. تمام؟ ربنا معاك يا رب، واشكركم يا رب كلكم، يا رب نحترم حقائق كل الناس.